12 سنة، 7 مدربين مختلفين، فوق ال2 مليار اتصرفوا ولا دوري. اللي يشوف وضع يونايتد دلوقتي ما يصدقش ان ده نفس الفريق اللي قدر يكسب 8 دوريات في 12 سنة. فهل معقول ان رحول سير أليكس كان كافي انه يحول فريق من اقوى فرق في اوروبا لفريق حاليا بينه وبين الهبوط 3 مراكز بس؟ الحقيقة ان الموضوع اكبر من كده بكتير. في الكواليس في سبب تاني دمر يونايتد من جوه وخلاهم في سباق ملوش نهاية مع الديون والانهيار المالي. السبب ده هم عيلة الجليزرز. فمين دول؟ قصتهم ايه؟ وازاي خلوا نادي بحجم اليونايتد مش قادر يدفع كم الفلوس اللي عليه؟ في الفيديو ده هنعرف القصة كلها. لما نشوف تاريخ الجليزرز هيبان قد ايه ان كان فيه علامات استفهام كتير على طريقتهم في البيزنس، وان عيلة زي دي ما كانش ينفع تمتلك نادي زي اليونايتد. طب ليه؟ مالكوم جليزر هو مهاجر امريكي من اصل ليتواني، وبدأ مجاله في تجارة الساعات، وبعد كده دخل في مجال العقارات. بعد كده لما ابتدى يمسك فلوس حب يخش مجال الرياضة، وبما ان كرة القدم ملهاش شعبية كبيرة في امريكا زي اوروبا، مالكوم جليزر قرر يشتري تامبا باي باكنيرز، فريق في الدوري كرة القدم الأمريكية. العملية دي كلفته 192 مليون دولار، وفي وقتها ده كان أعلى رقم فريق يتباع بيه في تاريخ الرياضة. وساعتها حصل أول موقف يبين شخصيتهم. الجليزرز حبوا يجددوا الاستاد، وبدل ما يدفعوا المبلغ كله هددوا إدارة المدينة إنهم لو ما دفعوش نص المبلغ معاهم هينقلوا النادي لولاية تانية. وبعد الضغط ده المدينة قررت تفرض ضرايب زيادة عشان يجمعوا المبلغ اللي عايزينه. الموضوع اللي أثار غضب المواطنين هناك إنهم هيدفعوا فلوس من جيبهم عشان نادي خاص، بس طبعا كل ده ما فرقش معاهم، ونادي دلوقتي قيمته حوالي 5.5 مليار دولار. بعد ما الجليزرز شافوا الملايين اللي في المجال الرياضي قرروا ان هم يدخلوا عالم كرة القدم، ووقتها ما كانش في فريق احسن من يونايتد يدخلوا المجال ده منه. بس طبعا الجماهير لو شافت عيلة امريكية ما تعرفش حاجة عن الكرة بتشتري النادي ما كانوش هيوافقوا على حاجة زي كده. فالجليزرز عملوا حاجة صايعة وطبقوا مقولة اعمل في صمت. مالكوم جليزر يشتري 3% بس من النادي كمستثمر عادي، وعلى اخر 2003 فضل يشتري اسهم واحدة واحدة لحد ما وصل 15%، والسنة اللي بعدها فضل بنفس النظام وضاعف ملكه في النادي ل 30%. وساعتها جون ماجنير وماك مانس حصل بينهم وبين سير أليكس مشاكل بسبب اختلافات على فلوس حصان سباق كانوا مشتركين فيه مع بعض، وبسبب المشاكل دي قرروا يبيعوا أسهمهم اللي كانت حوالي 27% من النادي. وطبعا مين كان جاهز عشان ينتهز الفرصة دي؟ الجليزرز. بعد ما اشتروا الجزء ده بقوا بيمتلكوا 57% من النادي، وفي خلال شهر بس وصلوا الرقم ده ل 98%، وفضلوا يضغطوا على اخر 2% لحد ما مشيوا هم كمان. ممكن حد يقول لي مستثمر واشترى نادي، المشكله مش اول مره حد يجي ويشتري نادي كبير. وساعتها اقول لك ان المشكله اللي حصلت ما كانتش البيعه نفسها، المصيبه كانت الطريقه اللي الجليزرز اشتروا بيها النادي، الطريقه اللي حرفيا لسه مأثره على اليونايتد لحد دلوقتي بعدها ب 20 سنه. الجليزرز اشتروا النادي من خلال حاجه اسمها ليفرج باي اوت بلان، او استحواذ مدعوم بالقروض. تعال اشرح لك ده عباره عن ايه. تخيل معايا ان اليونايتد شركه قيمتها 10 مليون جنيه وكل سنه بتكسب مليون، وجه واحد عايز يشتريها، بس فكر بدل ما يدفع ال 10 مليون من جيبه ويستنى 10 سنين على ما فلوس ترجع له، هو دفع 10 وهيكسب مليون كل سنه. قرر انه لا، انا هدفع مليون بس واستلف الباقي من البنك. بس طبعا البنك مش هيديله المبلغ ده من غير ضمان. يروح عامل ايه بقى؟ يحط الشركه نفسها كضمان، وبكده يكون اشترى الشركه بمليون بس من فلوسه، ويبقى يسدد قرض البنك على مدار سنين بعد كده. وده بالظبط اللي الجليزرز عملوه، خدوا قرض عشان يشتروا اليونايتد وحطوا النادي نفسه كضامن للقرض ده. باختصار كده كل حاجه من اول الاستاد لملاعب التدريب وحقوق البث الى اخره، كل ده اتحط ضمان قدام البنك عشان القرض. الحركه دي خلت يونايتد عليها ديون لاول مره من 1931 بحوالي 525 مليون جنيه استرليني، والجليزرز بره الصوره. النادي يتصرف ويدفع الديون دي، وانا كده كده هاخد المكسب بتاعي في اخر اليوم. الموضوع ده ما كانش ازمه قوي في الاول. اليونايتد كان في عزه، والايرادات اللي كانت بتدخل له من البطولات اللي بيكسبها وفلوس الصفقات كانت كفايه انها تغطي الديون دي. بس الوضع ده اتغير لما سير أليكس مشي من الفريق. المشكله ان فيرجسون ما مشيش لوحده. ديفيد جيل الرئيس التنفيذي للنادي لاكتر من 11 سنه، وكان ورا صفقات كتير زي روني، كاريك، فيديتش وإيفرا، مشي معاه ومكانه مسك إد وودورد. وده بعكس ديفيد جيل كان متعين من الجليزرز نفسهم، وهدفه الاساسي كان الربح وانه يخلي اليونايتد فريق تجاري، وكان همه هو التعاقد مع صفقات الرعايه والمنظر العام للفريق اكتر من كواليتي اللعيبه او الفريق محتاج ايه. اول مدرب مسك اليونايتد بعد فتره فيرجسون كان ديفيد مويس، وكانت عينه على لعيبه زي فابريجاس وتياجو الكانتارا. بس إد وودورد ما كانش عنده نفس خبره المدير اللي قبله، وفشل انه يوفر اللعيبه دي لديفيد مويس. وساعتها كان لازم الفريق يعمل اي صفقه، ومن الضغط الجماهيري مويس ما عرفش يعمل ايه، راح مشتري مروان فيليني من ايفرتون مكان ما كان بيدرب. وفي الموسم ده اليونايتد يخلص بره التوب 6 لاول مره في البريمير ليج، وبعد 51 ماتش بس من توليه النادي يقيل ديفيد مويس، ونخش في دايره بتتعاد لحد النهارده.
مدرب جديد يجي عنده خطه معينه يصرف ملايين عليها، الخطه ما تنجحش، الاداره تمشيه، هات واحد تاني، خطه جديده، ادفع اخسر شيل لحد ما في الاخر تلاقي نفسك صارف فوق ال 2 مليار يورو من 2013 ومش عارف تكسب الدوري. غير كل ده بقى، فاكر القرض بتاع الجليزرز؟ يونايتد لحد النهارده لسه ما سددهوش ودافعين فوائد معديه المليار جنيه استرليني. كل ده غير فلوس صفقات قديمه لسه على يونايتد، خلى قيمه الديون اللي لسه عليهم داخله على 900 مليون جنيه استرليني، اكتر من ضعف اللي كان عليهم من 10 سنين. باختصار شديد، الجليزرز حفروا حفره لليونايتد وبيتفرجوا عليهم من فوق. الجماهير في الفتره الاخيره بدات تبين غضبها اكتر ونزلوا مظاهرات كتيره ضد اداره النادي، والموضوع ابتدى يجيب نتيجه. الجليزرز يبداوا يبيعوا جزء من الاسهم بتاعتهم، وحاليا 27% منها راح لجيم راتكليف، وممكن مع الوقت نلاقي مالك جديد يقدر يمسح الديون دي كلها من على يونايتد ويفتح صفحه جديده، واحده بواحده يعمل جيل جديد بمدرب يديله فرصته ووقته. يونايتد مش محتاجه فلوس، يونايتد محتاجه حد يتصرف في الفلوس صح. هسيب لكم السكرين شوت دي هنا، دول اغلى 10 صفقات في تاريخ اليونايتد، عايزكم كده تبصوا عليهم واحد واحد وتشوفوا قد ايه اتصرف على اللعيبه دي، وقولوا لي كام واحد يستاهل اللي يدفع فيه. ابسط حاجه عندك هويلاند في المركز السابع اللي مسجل هدفين بس في الدوري من اول الموسم. اكتب لي في الكومنتات مين اكتر لاعب في القائمه دي خسر يونايتد فلوس، ولو انت مكان الاداره هتجيب مين عشان تنقذ الفريق. لو الفيديو عجبك اعمل سبسكرايب وشوف باقي الفيديوهات من هنا. اشوفكم الاسبوع الجاي.